النرجسي جت من الأسطورة اليونانية عن شاب اسمه نرجسس اللي اتحرك في اللغة العربية إلى نرجس. وفي الأسطورة الشاب ده كان وسيم جدا لدرجة إنه وقع في حب صورته في المية وفضل مشغول بيها لحد ما مات. طيب يعني إيه نرجسي؟ التعريف ده له تاريخ طويل ومش واضح، فمن 100 سنة كان بيوصف الرجال اللي عندهم اضطراب جنسي، وبعد كده بقى يوصف اضطرابات كتير، لكن دلوقتي التعريف ده بقى مرتبط باضطراب الشخصية النرجسية. وعلشان نقول إن واحد عنده اضطراب الشخصية النرجسية لازم يكون في تشخيص دقيق ودراسة حالة مفصلة، وعلى حسب دليل تصنيف وتشخيص الأمراض النفسية الخامس لازم يكون عنده 3 عناصر رئيسية: 1. الإحساس الزايد بأهمية الذات. 2. مصلحته أولا. 3. عنده رغبة شديدة في الإحساس بالتقدير. وهنتكلم عن كل عنصر من دول بالتفصيل. 1. الإحساس الزايد بأهمية الذات معناه الاعتقاد والإحساس والتصرف إنه مهم أكتر من باقي الناس، ويقعد يتكلم بتعالي مع الناس ويتفاخر بإنجازاته حتى على أي حاجة صغيرة يعملها، وممكن يتخطى دور في الطابور أو يقاطع الغير وهم بيتكلموا أو يحاول يفرق بين الناس ويقلل من إنجازات الغير. وعلشان نعرف إن النرجسي بيتصرف كده ليه لازم تفتكر إن الطفل الصغير بيكون فاكر نفسه محور الكون، وشوية شوية بيتعلم إن الغير لهم أفكار ومشاعر ويبتدي يحطوا الغير في الاعتبار وهم بياخدوا قرارات. لكن الخروج من حلقة التمحور حول الذات والدخول في النضج الانفعالي مش هيكون ممكن إلا لو الطفل حس بالثقة في أهميته. والنرجسي إحساسه بأهميته بيكون زي آخر حتة عيش مع واحد في جزيرة مهجورة، لأن مخزون النرجسي بيكون قليل فبيكون صعب عليه إنه يسيب غيره محور الاهتمام. واللي بيزيد المشكلة إن المخزون عند النرجسي بيكون دايما قليل، فالمخزون ده متملاش وهو صغير، علشان كده هو مش في الأساس عايز يقلل من الناس، لكن هو جعان للاهتمام وهو ما يقدرش يتخلى عنه لأنه ما عندوش منه أصلا. كمان بيكون عنده اعتقاد إن مفيش زيه وإنه مميز بطريقة مخليه فوق كل البشر، الإحساس إنه الأجمل والأغنى والأذكى والأكثر موهبة من الغير، وإن إمكانياته دي مخليه يستحق إنه يكون له امتيازات خاصة. علشان كده في حياته اليومية الاعتقاد بالتميز الذاتي ده بيخليه يتنمر ويقلل من الغير اللي أقل منه. وبرضه الإحساس ده سبب في وجود أماكن مخصوصة لناس معينة في النوادي والفنادق وحتى في الطيارات والكومباوندات كمان. وسلوكيات كتير من الناس بيعتبروها نرجسية ممكن تكون عادية ومقبولة في الظروف العادية، لكن إن الواحد يرفع نفسه عن طريق إنه يقلل من الغير هو حاجة مؤسفة. والتاريخ بيقدم لنا أمثلة كتيرة ومؤلمة عن الناس اللي بيعلوا نفسهم عن طريق استبعاد اللي شايفينهم أقل منهم. وأمريكا صاحبة الجزء الأكبر من استخدام معتقدات استثنائية عشان تبرر جرائم مروعة في حق السكان المهمشين. النرجسي بيكون مضطر إنه يميز نفسه عن الغير بناء على توقعاته وقبوله أو عدم قبوله للغير، وبدل الاعتماد على الإحساس الداخلي إنه كويس، فالنرجسي بيكون مزنوق في إنه محتاج التأكيد بكده، ومن غير التهليل والتعظيم المستمر بتكون ذاته ضعيفة ومهزوزة. علشان كده بيحاول دايما يكون في مطاعم غالية ونوادي مميزة، وحتى يسافر في الدرجة السياحية ويلبس براندات ويظهر نفسه إنه عارف حاجات محدش يعرفها أو يعرف ناس مهمين، وعن طريق كده يبدأ النرجسي يشوف نفسه أحسن من غيره، وبيكون شايف نفسه دايما الصح وما عندوش القدرة إنه يعترف إنه غلطان. ورغم إن مفيش حد بيحب يكون خسران لأنها حاجة مزعجة، لكن الواحد بيكون عارف إنه مش دايما صح، بعكس النرجسي اللي دايما بيطلع نفسه إنه دايما صح، وحتى لو بينت له غلطه بيقعد يحور ويلف ويدور ويوقع نفسه في مشاكل زيادة علشان ما يعترفش إنه غلطان. وعلشان هو مميز فهو فوق القانون، أنت عارف أنت بتكلم مين، فهم بيمشوا حسب القانون، بس لو في صالح لدرجة إنهم ممكن يقنعوا نفسهم إنه صح إنهم يسرقوا أو يكذبوا أو يغشوا. ونتيجة للي فات ده كله يبتدي يظهر التكبر والتطرف، لأن ده طريقة النرجسي إنه يتخلص من الإحساس بالدونية والكسوف عن طريق إنه يرميهم على الغير ويعمل كبش كده. فالنرجسي نتيجة إحساسه بالتفوق ورافع مناخيره للسماء بيخليه يحس بالأمان. إزاي نتعامل مع تصرفات الإحساس بالعظمة؟ الحاجة الأساسية في التعامل مع الإحساس بالعظمة إننا نفهم إن النرجسي بيستخدمه علشان يتكيف مع الإحساس بعدم الأمان. ففي مرحلة من نموه حسسوا النرجسي إن أفكاره ومشاعره مش مهمة. التكبر صعب إننا نتحمله، فلو واحد بيتكلم معاك بعجرفة وعمال ينتقدك أو ياخد حقك، أول حاجة هتعملها إنك هتلاقي طريقة ترد بيها عملي. لكن الطريقة الواحدة النافعة في الموضوع ده
إنك ما تلعبش لعبة. لما تتصرف هتدي نفسك مساحة إنك تفكر في اللي بيحصل وتختار الحل المناسب. النرجسي مش قادر يستجيب للإحساس بالتهديد، ومهمتك إنك تعمل اللي ما يقدرش يعمله. خد فرصتك واسمح لنفسك إنك تحس بالمشاعر السيئة اللي بيسببها تكبر النرجسي. لو لقيت نفسك قادر تمسك المشاعر وما تستجبش لها، هتلاقي إنها بتاعت النرجسي مش بتاعتك. هتلاقي إحساس النرجسي بعدم الكفاءة والأهمية والحب، ولما تقدر غير كده هتلاقي نفسك عارف تلاقي طريقة إزاي ترد. طيب إزاي؟ التأمل هو طريقة مدروسة كويس وفعال للتخلص من القلق والاكتئاب، وسهل إنك تعملها في مدة قصيرة زي 5 دقايق كل يوم. هدف التأمل اليقظ هو إنك تكون واعي باللحظة الحالية من غير نقد. فحاجات زي القلق والتوتر بتزيد لما الناس بتضيع وقتها في الماضي وبتتخيل إيه اللي ممكن يحصل في المستقبل، وتزيد أكتر لما العقل يشغل نفسه بنقد الذات والغير والمواقف الخارجة عن السيطرة. التأمل اليقظ هو وسيلة في الأساس للممارسة اليومية علشان يرجع انتباهك للحظة الحالية. دور على مكان مريح للقعاد واضبط المنبه على 5 دقايق. في ناس بيقعدوا على رأسهم أو يعملوا وضعيات كتير، لكن مش مهم. اختار أي وضع ترتاح. حافظ على ظهرك مستقيم وخلي إيديك مرتاحة على رجليك. اقفل عينيك وركز على تنفسك. خد نفس عميق من مناخيرك ولاحظ إحساسك بالنفس وهو ماشي جوه جسمك. هتلاقي نفسك سرحت في أفكار وذكريات وحاجات كتير، لكن بمجرد ما تلاقي نفسك سرحت ارجع ركز تاني في تنفسك. ولما تخلص ال5 دقايق قوم وكمل يوم. هو ده ببساطة التأمل اليقظ، إنك تقدر تلاحظ عقلك بدل ما تسيبه ينسحب مع كل فكرة وكل شعور عنه. حاول مع الوقت إنك تزيد من المدة لحد ما يوصل لنص ساعة أو 40 دقيقة، ومع الممارسة اليومية هتلاقي نفسك أقل توتر وأكثر تركيز. تابعونا في الفيديو الجديد هنكمل الكلام عن اضطراب الشخصية النرجسية، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير.